لا يعلمها إلا الله، وانتصرت ونصرها الله. يجب أن تعلم أن قبل الثورة كنا نسأل من الشباب: أنت قضيت 15 سنة سجن ماذا فعلت؟ ماذا قدمت للإسلام؟ أقول: نحن حاولنا، يكفينا شرف المحاولة. وقبل الثورة بأيام رأيت في المنام، رأيت شعب تونس يخرج ويصيح: رحمن يا رحمن هذا فضلك، واليوم هذا النصر جاء من عندك. نحن استيأسنا، ولكن الله سبحانه وتعالى نصر الإسلام. تلك الدعوات وتلك الآلام وذلك الاحتمال لم يضع، وكان الله أوفى بعهده منا. وحين نحن يئسنا كان الله سبحانه وتعالى في الموعد. أريد أن أضيف كلمة يا دكتور. نعم. هذه البلاد نكبت في دينها، نكبت في علمائها، في رجالها. هؤلاء الذين صابروا واحتملوا لم يكونوا قد تربوا على أيادي الدعاة والعلماء. هؤلاء يقاومون بقلوبهم بأظافرهم، وهذه البلاد منكوبة. لابد أن يدرك إخواننا في العالم والعلماء والمسلمين في الشرق والغرب أن هذه البلاد منكوبة في دينها. أخ لطفي، احنا نعرف حجم المأساة والحديث